ولكن في هذا الكتاب يا أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، إلى لا إله إلا الله، كيف وجدتم لا إله إلا الله؟ هذا قاله رسول الله. أأنت أعلم أم الله؟ نقول هذا. لا أأنت أعلم أم رسول الله؟ أنا ما قلت أكثر من هذا. لا، متعوذا بك من نار استحقها مثلي وأنت تخاطب حمزة. أنا ما أخاطب الحمزة. هذا موافق لدين النبي. أنا ما أقول لحمزة أنت تعال كذا وكذا. ولم أجد أحدا ألتجئ إليه خيرا منكم. إلى الله. هذا من الله ورسوله. هذا من دين محمد. جاءوك فاستغفروا الله. دقيقة اسمعني ايش فيك؟ لا يستطيع ان يروج باطنه يعني صلح معك امير المؤمنين مجلس مكتوب بالايدي فالنصيحه هذا طيب هنا نحن ابناء علي وابناء الحسن والحسين وابناء الزهراء. امير المؤمنين علي مع القران والامام جعفر مع القران وآل البيت الاطهار مع القران. طيب فاذا اردنا نتناقش ونعرف دين آل البيت في قال الله وقال رسوله. اما الصياح هذا ما ينفع. نحن نثبت لك الباطل من كتابك. هنا اثبت لك الباطل من كتابك. طيب شوف دقيقة أرويك القرآن أمير المؤمنين علي مع القرآن ولا لا؟ نعم. القرآن ايش يقول الله في سورة الناس؟ اقرأ سورة الناس. ما تعرف؟ قل أعوذ برب الناس. طيب ايش تقول في كتابك أنت؟ أبتقي بزيارتك أي يا حمزة. طيب خلاص نفسي متعوذا بك من نار. الآن تستعيذ بحمزة. هل هذا يناقض القرآن ولا لا؟ الله في الشيء يقول بالقرآن؟ ايوه. وابتغوا اليه الوسيله. اسالك سؤال. ما هي الوسيله؟ اكلم كلام. هسه انتوا هذا الجدال يوصل الى نتيجه ما توصل نتيجه. كلمه المتمسك انت العصبي. اقول لك مثل امير المؤمنين علي ماذا يقول في نهج البلاغه الامام الحسن؟ يقول لا يعلم يا حسن ان الله تكفل برزقك ومالك فلا تجعل بينك وبين الله واسطه. والامام السجاد ماذا يقول في الصحيفه السجاديه؟ يقول وسيلتنا هو الله. والإمام جعفر الصادق ماذا يقول؟ موافق كلام القرآن فخذوه وما خالف فاضربوا بعرض الحائط. فإذا شوف هذه الآية فسرها الإمام عبد الله بن عباس ايش قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا. هذا التوسل بعملك أنت لا بعمل غيرك. لا مو بعمل غيري لكن هذا اسمح لي لما يقول الله سبحانه وتعالى جاءوك فاستغفروا الله. اسالك اقرا الايه زين. اسمعني اقرا الايه زين. اقرا الايه زين. واستغفروا لهم الرسول. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. هل علي ظلم نفسه؟ احنا. طيب هل انت تتعبد بغير ما يتعبد علي؟ انا ما اتعبد. احنا ظلمنا انفسنا جئنا نغفر لنا. اسالك تجاوبني على هذا. اسالك سؤال. علي ظلم نفسه؟ طيب كيف تقول الله يقول ولو انهم شرط اذا ظلمت نفسك اذهب الى النبي شرط. هل علي ظلم نفسه؟ لا ظلم نفسه لا. طيب كيف تحتج بعد وسيله؟ كيف تحتج بعد وسيله؟ انا ظلمت نفسي احتج بمال. علي الان انت تاخذ دينك من علي ولا لا؟ اخذ من الرسول من الله. امير المؤمنين علي ما خالف الرسول قطعا ما خالف. انا ما خالف. طيب علي يحتج بهذه الايه على التوسل ولا لا؟ يحتج. طيب علي ظلم نفسه. علي ظلم نفسه. يحتج على شنو يحتج؟ على هذا ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله. اذا علي ظلم نفسه. مو ظلم نفسه. طيب انت تقول عن وسيله. الدنيا حاره. حبيبي جدال. دقيقه لا دقيقه. صحيح انت كلامك. دقيقه الله يقول يا ايها الذين الله يقول فان تنازعتم في دقيقه حبيبي الله يقول فان تنازعتم في شيء ناخذ من عند اخوي فردوه الى الله ورسول. صح. طيب الله يقول في القرآن في عدة آيات 5 أدلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. آية سألك عبادي من عبادي. سأل النبي لما أتى الصحابة عند رسول الله قالوا يا رسول الله هل الله قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ إيش أنزل الله؟ وإذا سأل عبادي فإني أي ما يحتاج وسيلة واسطة قريب أجيب. وقال ربكم ادعوني ولو أنهم والله تعالى كذا. لا مي بهذا أنت شبكت معاك. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من. لكن مكملها ظلموا أنفسهم. حجي أسألك سؤال. شوف أنت عايز تفسير هذه الآية؟ أعرف أنت ليش إذ باللغة العربية ليش؟ إذ باللغة العربية ليش؟ إذ للماضي ولا الحاضر؟ للماضي والحاضر. لا إذ للماضي والأمر الثاني
ايش سبب نزول هذه الآية؟ وإذا كان اسمعني وإذا كان أسألك دقيقة شوف. أنا أسألك وإذا كان زيارة الرسول ليس بواجبة إذا لما يشوفون الناس الرسول؟ دقيقة الزيارة ايش هدفها؟ السلام. هلا قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن نذكركم الآخرة. أسئلة سؤال وخذ الروح. دقيقة. يلا استعجل. المملكة الله يحفظها. دقيقة. المملكة الله يحفظها. أيوة. ويحفظ ملكها. طيب. أنت هسه شخصيا. ايوه. تقدر تروح للملكة تقابله قبل؟ هسه شخصيا. طيب اسالك سؤال. لا بس أسئلة جدلية هاي. الله مثل الملك. أسئلة جدلية هاي. لا ما بيها معنى. الملك ما يعرف من اللي جالس في الغرفة المجاورة. الله تعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض. الله قال ادعوني استجب. انا ما اعرف هذا. ما اعرف. اذا الملك شوف دقيقة. اذا الملك قال انا ما احتاج لا سكرتير ولا وسائط، يصح تذهب عندهم ولا لا؟ يصح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. طيب اذا ما عندنا وسيله ونروح لله، انت ليش تصلي ورا امام؟ ابو جهل قال كذا، ابو جهل قال هكذا، قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ايوه ابو جهل نفس الخطا اللي وقعوا فيه من يدعون انهم شيعة علي، قالوا هؤلاء اولياء نتقرب. ابو جهل كان يضع الاصنام حول الكعبه ويقول هؤلاء وسيله بيننا وبين الله. لو تسال ابو جهل من خلق السماوات والارض يقول ايش؟ الله. لكن ليش يا ابو جهل تضع الاصنام حول الكعبه؟ يقول قربى الى الله، كما انتم تفعلون. الا هو اميره شوف تقرا دقيقه الله يقول عنك انت ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. هل انت صنم؟ الله يخاطب من يتخذ الاولياء قال عباد امثالكم. حبيبي اذا انت شوف اذا انت صادق الله ما يحتاج لا واسطه ولا قريب. الله قال ادعوني استجب لكم. استجب. كدعاء الرسول. ايش؟ دعاءك انت كدعاء الرسول. حبيبي الرسول هو نفسه قال اذا سالت فاسال. اسال ايش؟ اسال الله. وانت تقول الله يقولها دعاءكم ليس كدعاء الرسول. انت تقول لي كذا. طيب الله امرنا ان ندعوه، قال وقال ربكم ادعوني وامرني قال لي دعاء. اسمعني وامرني قال لي دعاء. اعطني دليلك. دليل اعطني الايه. جاي لك الآية وما سمعت ودعاءك ليس. لا هذا ليس آية. شوف يا حبيبي شوف والله العظيم إذا كان لديكم عقول تأتون من أقصى الأرض تقرون قبور آل البيت موجودة. اعلم أن الله تعالى مثل ما حفظ قبور آل البيت حفظ دين آل البيت. الزهراء الطاهرة بالبقيع والإمام جعفر وأسد الله حمزة والحسن، اعرف أن أبنائهم في المدينة، واعرف أن دين الله محفوظ، دين الله الحق محفوظ في مكة والمدينة. لكن الرفض هذا اللي أتيتم به مرفوض، رفضه أمير المؤمنين علي قبل أن نصل. صحيح كلام صحيح والله. الله يهديكم لدين آل البيت. لا حنا نوجه كما وجه أسد الله حمزة، لكن الله صدق حينما قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نحن قلنا لكم قال الله وقال رسول الله.